السلام عليكم ورحمة الله. يعطيكم العافية شباب وحياكم الله بهالفيديو. حسب بعد طلب الشباب على الأوامر من هذا الستوب لوز، يعني هم من الأوامر بعضهم المهمة إن شلون أحط الستوب لوز المتحرك مو ستوب لوز عادي الثابت. فميزته طبعا إنه يتحرك سعر الستوب لوز كل ما ارتفع السهم، يعني كل ما ربحني السهم زيادة كل ما ارتفع الستوب لوز حسب اختياري أنا، أبي $1، أبي $0.5، أبي 2%، 1%. هي أنت تحددها طبعا على أساس إن تخلي الستوب لوز يتحرك مع ارتفاع السهم. في حالة نزول إنه يضرب الستوب لوز ويبيع لك على على الربح المثبت يعني. طبعا هني شريت أنا توني سيسكو، بس حطيت الأمر شريت سيسكو على أساس إنه عندي يعني يكون بالمحفظة. نتأكد إن سيسكو موجود عندنا من البوزيشن. طبعا هذا سيسكو موجود هنا بالأحمر توني شارينه. ونرجع للشارت. شلون احط عملية ستوب لوز؟ طبعا شرائي 34.30 هنا الشراء مالي. بحط ستوب لوز مثلا 34 بالضبط، او 30 سنت تحت السعر اللي احنا فيه. ندخل طبعا على ادفانس، هذه موجودة هنا. شوفوا ترايلينج ستوب، هو الترايلينج ستوب لوز. طبعا لازم اوامرك تكون هني تخليها حسب اللي تبيه. طبعا اذا بتبيع على ارتفاعات ومدة طويلة نخليه احنا جي تي سي دائما، نخليه على فترة طويلة. لازم هني تخلون الاوردر تخلونه على ستوب ماركت. يعني شوف لما احط الليمت العادي اللي احنا كنا متعودين عليه الليمت تختفي التراينج ستوب، ما تقدر لانك انت حاط ليمت محدد. لكن انا بقول له لا، ابي ستوب ماركت، ابي ستوب على السعر اللي انا ابيه. طيب متى تبيه؟ يعني اي سعر معين تحطه هني تقول له التراينج ستوب انا بفعله، تضغط عليه. شوف الحين اخفى لك الاوامر هذه، طبعا كميتك موجودة، فتح لك الاوامر هني. تبي هني على البيتس ولا تبي على البرسنتج؟ يعني على حسب السعر كم فرق السعر. خليه بيتس مثلا 0.30. اوكي، حطينا هني اللي هو 30 سنت على سعرنا الحالي. نقول له طبعا سل، هي راح يعطينا اوامر متأكد منها، تقول يس. هني دخل الامر. الحين خلينا نرجع بالفريم عشان نشوف امرنا وينه. ما عليه، النت شوي بطيء. يمدحون الشركات الانترنت كلها تعبانة. سوري، هذا شوف كابل الشارت. شوفوا الستوب ليمت وين طلع، هذا الترايلينج ستوب. الحين لو ارتفع السهم فوق السعر هذا اللي انا حاطه 34.30، لو 35 راح يرتفع الستوب ليمت. شوف الحين 32.10 راح يرتفع معاه اذا صار الفرق اكثر من 30 سنت. لكن كل ما نزل يروح لين يضرب الستوب لوز. اذا وصل السهم لهني راح يبيع لي اياه بسعر السوق. طبعا اليوم او باكر، لان انا حاط شنو الامر، امر جي تي سي يعني مفتوح حق كذا يوم. لكن لو تحرك اذا تبون ننطر يعني نشوف بس راح يعني الفيديو يطول، يمكن مع السوالف شوي يتحرك. اذا تحرك طبعا السهم لاعلى راح تشوفون هذا راح يرتفع معاه الترايلينج ستوب لوز. طبعا انا وين حددته طبعا من هنا حددت البتس. تقدرون تغيرون هني تحطون البرسنتج اذا كانت انت تبي نسبة معينة، نسبة مئوية، تقول له 1% انا ابي خسارتي بس ما ابي اكثر، تحددها لو هو يحدد لك السعر من عنده. وطبعا مثل اعيدها مرة ثانية، حطيت الجي تي سي يعني امري مفتوح لكم شهر قدام، ما راح ينتهي الى يا يتنفذ العملية انت تسكر الاوردر هذا وتبيعه بالسعر اللي تبيه. بس هذه يعني نبذة سريعة يعني شوية عن تراينج ستوب لوز، وان شاء الله يفيدكم يعني. وسامحونا على القصور، والسلام عليكم.